يعني ما اقدرش اقول بيزوغ بالمعنى ده، وبيبقى حامل هموم ابناء الدائره بيوصلها للوزارات الى غير ذلك من الاسباب اللي برضو ده مش صح، لان النائب ما يبشي يبقى نائب خدمي فقط. وإنما هذه المواجهة تتم على يتحاسب أمام جهتين، حزبه يحاسبه، اثنين هيئة الناخبين لما يرجع لها تاني يرشح نفسه. طب دكتور سرور، يعني مشهود لك في الواقع دكتور سرور بالقدرة على التعامل مع الأطراف المختلفة والمتناقضة، المعارضة بأشكالها المتعددة واتجاهاتها السياسية المختلفة من اليمين إلى اليسار، والتعامل مع الحزب الوطني. سؤالي، إلى أي مدى تجد صعوبة في ذلك التوازن بين تلك الأطراف؟ وهل بترى أن في شكل من أشكال التعاون من المعارضة تحديدا معك في هذا الموضوع؟ في الواقع ألف ب ج في مسؤوليات رئيس المجلس أن يحمي المعارضة، مش يحمي الأغلبية، لأن المعارضة أقلية، ولكي يكون منصفا يجب يحميها من اغتيال الأغلبية له، ولهذا يجب يمكنه من الكلام. هل كان في محاولات لاغتيال من الأغلبية للمعارضة؟ طبعا. وكنت بتحميها؟ طبعا بحميها وأمكن المعارضة أنها تتكلم. إنما أنا حريص أن أكون متوازنا، وعلاقاتي الإنسانية مع جميع الأعضاء متوازنة بما فيها المعارضة، والعلاقات الثنائية مع أعضاء المعارضة علاقات حسنة جدا، رغم الأداء داخل المجلس قد يكون صارم عند وجود خطأ تنظيمي، إنما العلاقات متوازنة. المشاكل ما بيجيليش إلا من الأغلبية لو الأغلبية خرجت عن النظام، لأن أنا باعتباري من الأغلبية لما احتد مع الأغلبية بيستكتروها، إنما ما احتد على المعارضة بتبقى طبيعي، وبالتالي عملي حساس جدا. وجدت امبارح كنت قاعد مع رئيس البرلمان الأثيوبي بنتكلم، فوجدت عنده هذه المشكلة، بيقول لي أنا المشاكل ما بتجيليش إلا من الأغلبية، ما بتجيليش من المعارضة، لأني لما الأغلبية يحدث فيها خلل واتخذ إجراء يزعلوا. وبالتالي رئيس المجلس مهمته دقيقة وحساسة للغاية، كيف يجعل الإيقاع حسنا، ويجب أن يتصل بالعدالة، وحتى الكل يجيله كحكم. لا يجوز أن يكون رئيس المجلس مع الأغلبية أو ضد المعارضة. زعلت الأغلبية كم مرة الدورة؟ نعم؟ زعلت الأغلبية كم مرة؟ لا، ما بزعلهاش، ما أنا ليا طريقة ممكن أزعل وصالح بعد ثانية، ما أتركش أثر. يجب أن يعرف الكل إن أنا ما بزعلش، ده أداء، زي اللي بيحط خط تحت الكلمة مهم. أنا ما بزعلش حد، ولو زعلت هصالح على طول. طب هذا الخط الفاصل وهذه الملاحظة على الأداء الذي يمكن أن يحدث في بعض الأحيان، دكتور سرور، أنت تقريبا قد تكون الوحيد الذي يستخدم التعبير حضرة النائب المحترم. نعم. وحضرة النائب المحترم هو أحد ميراث الفترة الليبرالية أو فترة التعدد الحزبي ما قبل الثورة، وأنت بتعيد إحيائها مرة ثانية. ولكن هذا الأسلوب في الحوار لا ينعكس في أحيان كثيرة في داخل الحوار داخل المجلس نفسه، فوصلنا إلى مرحلة تقترب، لم تصل بعد إلى مرحلة الضرب، ولكن كادت أن تصل إلى. السؤال هو مين مسؤول عن ده؟ ازاي يمكن ضبط هذا الاداء على مستوى لغه الحوار اللي انت بتستخدمها تحديدا؟ اولا في الخارج بيسموا النائب اونرابل فلان، رجل النائب المحترم. ولقيت اضطريت استخدم هذا في اول الدوره. جه احد نواب المعارضه يقول لي لقبني بالشيخ فلان، قلت وقبل كده يقول لي اللواء فلان، ولا فلنعد الى الاسماء التقليديه، النائب المحترم. ثانيا ده في تذكير لكل نائب بأنه نائب محترم أمام الشعب، ويجب أن يكون أداؤه بقدر هذه الصفة. هذه ليست مجاملة للنائب بقدر ما يتحمل له بالمسؤولية. فكلمة النائب المحترم كلمة بصفة النائب ومسؤوليته أن يكون بهذا القدر. لماذا لا ينعكس هذا في أحيان كثيرة على مستوى الأداء بين النواب وبين بعضهم البعض؟ هذا هو سؤالي. سؤالك كده أنا بحاول أزوغ من سؤالك وأنت بتضيع. أنا برجع لك تاني يا دكتور. أهلا وسهلا. في أولا حالة انفعال بتنشأ بين الاثنين. طبعا حالة الانفعال تقتضي انضباط النفس، إنما بتنشأ حالة انفعال جامدة جدا
بعض الناس بتخرج عن هذا الخط، مش في البرلمان المصري، في كله. في لوحظ في هذه الدورة المسألة حدث فيها إسراف. نائب بيرفع الحذاء من المعارضة يحاول إلقائه على زميل له أو يلوح به في وجه الأغلبية. نائب يشتم زميله بألفاظ معينة إلى غير ذلك من التجاوزات، أو نائب يتحدث بعبارات مرسلة اتهامية دون أن يكون بيده دليل، فيورث اعتقادا لدى الناس خاطئا عن الموضوع. دي كلها أخطاء في الممارسة نبهنا إليها. وكيف يمكن ضبطها؟ لماذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لضبطها؟ كويس، السؤال ده يعجبني. يعني بعض الناس لما اتنين شتموا بعض، واحد قال للتاني لفظ جارح فشطبته من المضبطة، وده كان بدأ من الأغلبية. جاء من المستقلين رد عليه بعد عدة جلسات بلفظ جارح آخر، فالتاني كان لفظ جارح أكثر جرحا، فحولته إلى المكتب وحققنا معاه، فقال عاوزين تحاكموني حاكموا التاني. وجدت كلامه عادل وصحيح، ولو كان الموضوع لم ينتهي لحكم الاثنان معا أغلبية ومعارضة، ما عندناش هزار. النظام هو النظام. ثم رأيت المجلس في دورات كثيرة، في جلسات كثيرة، أصدر جزاءات وحول الناس لك القيم، وقلت أنا هحول المجلس محكمة تأديبية. وبعدين طلبت من بعض أعضاء الكبار في الأكاديمية إنهم يمارسوا أسلوبهم في مصالحة الدين. أنا كرئيس مجلس حبيت أبتعد عن الكلام ده، فتمكنوا من التصالح والاعتذار المتبادل، وعرضت الأمر على المجلس فقبل الاعتذار. السؤال: هل كان على المجلس أن يتخذ جزاء ما بينش الاعتذار؟ اللي بيقولوا كده ما قروش اللائحة كويس، ولا ما عرفوش التقاليد البرلمانية في البرلمانات الديمقراطية العريقة. اللائحة بتقول لو نائب أخرج من المجلس لإخلاله بالنظام فأرسل مكتوبا يقول أعتذر عما صدر مني، وعرضت الاعتذار على المجلس فقبل الاعتذار، يعود النائب ويعود الأمر كما ينتهي. الأصل وفق اللائحة هو الاعتذار وقبول الاعتذار، والاستثناء وتوقيع الجزاء. بالنسبة للنائب سعد عبود مثلا الذي حرم من دورة كاملة، أنا عرضت عليه أن يعتذر في الجلسة فرفض الاعتذار. ألقيت أمامه سعد عبود الذي في الدورة الماضية اللي حرم من دورة. الأصل هو قبول الاعتذار. في الخارج لو النائب خرج وقبل توقيع الجزاء لو اعتذر والمجلس قبل الاعتذار انتهى الأمر، لأن دول ناس كبار. ما يصحش أنا أستخدم معاه العصاية في كل لحظة، والاعتذار كافي. وبالتالي قبول الاعتذار هو الأصل داخل البرلمان لمن يخطئ. ولهذا لما واحد يغلط ساعات أقول من فضلك صحح نفسك قبل ما تمادى، فيفهم قصدي فيصحح نفسه ويعتذر من نفسه. طب هو في الواقع دكتور سرور التجاوز في بعض الأحيان لا يكون فقط في مسألة الألفاظ أو تبادل الألفاظ، ولكن احنا في هذا المجلس في هذا البرلمان بدأنا نستمع إلى نواب يدافعون عن أنفسهم فيما يتعلق باستيلاء على أراضي أو كذا، خلاف بالنواب على مصالح خاصة ترتبط بالنواب. تحولت المسألة في بعض الأمور منها إلى شكل من أشكال المشكلات ما بين النواب وبعضهم البعض على مزايا خاصة بهم. دكتور سرور، كيف تقيم أنت هذه المسألة؟ هل ده شكل من أشكال التراجع في المسألة البرلمانية؟ طبعا أنا لا أكرش هذا. أولا من النصوص